عبر خدمة سكايب المحلل السياسي محمد علي الجبوري. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. اهلا وسهلا بكم، مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهديكم الكرام. حياك الله. بداية أستاذ محمد، ماذا سيتضمن الاجتماع اليوم بين أعضاء وأطراف مجلس محافظة كركوك مع رئيس الوزراء؟ في البدايه رمضان كريم عليكم وعلى كل مشاهديكم الكرام. الاجتماع هو الثالث من نوعه مع السيد رئيس الوزراء. حقيقه السيد رئيس الوزراء رعى ائتلاف اسمه ائتلاف اداره كركوك على نعم. يعني يشابه ائتلاف اداره الدوله بعد الانسداد السياسي الذي حصل في محافظه كركوك بعد نتائج الانتخابات. كل طرف حقيقه متعمد لان يرشح لاداره المحافظه، الا ان بعدما بعث السيد رئيس الوزراء برساله يجتمع بكل الاطراف السياسيه، ثم بدأ الاجتماع وعرض كل طرف على حده مطالبه على السيد رئيس الوزراء، فحددوا موعد بلقاء ثاني وحدث، واليوم نحن على موعد باللقاء الثالث لتحديد نتائج نهائيه تصل الى نهايه الانسداد السياسي واعلان تشكيل الحكومه المحليه ان شاء الله. نعم. طيب أستاذ محمد، ما هو صلب المشكلة؟ هل فقط بسبب منصب المحافظ أم أن هناك مناصب أخرى؟ حقيقة الخلاف هو على منصب محافظ كركوك، يعني كل طرف يصر على أنه يترأس إدارة المحافظة. المكون الكردي مصر على تولي إدارة المحافظة، بالمقابل المكون العربي أيضا مصر على تولي إدارة المحافظة. فالتوافق هو يعني أكثر موضوع يحل هذا الموضوع. فعندنا نتائج انتخابات، عندنا رئيس مجلس، عندنا نواب محافظ، يعني هناك مقترح قدم من الأخوة التركمان حول إدارة المحافظة لكل مكون لسنتين، وايضا رئاسه المجلس لكل مكون سنتين. فهذا المقترح ربما سينجح، ربما سيرى النور قريبا في حال عدم التوافق، لان يعني يسمى رئيس الوزراء شخصيه توافقيه لمنصب محافظ كركوك. طيب أستاذ محمد، هل هناك تخوفات من تسنم المنصب من قبل الجانب الكردي؟ هناك ملاحظات قدمت من الأخوة العرب والأخوة التركمان حول تسمية مرشح لمنصب محافظ كركوك نتيجة الحقبة السابقة التي كانت هناك بها سلبيات، وكانت هناك بها يعني حقيقة نتائج أثرت وأساءت إلى مكونات كركوك. فهناك تخوف من المكونات، لكن الجانب الكردي هو ملتزم بتقديم مرشح تسوية، مرشح أنه يتم يعني يكون لديه مقبولية من المكونات العرب والتركمان. فيعني المكون الكردي ملتزم بقبول ترشيح أي يعني شخصية يتم قبولها من جميع مكونات كركوك. فالجدال هو حول المنصب وليس التسمية، يعني ماكو شخصية جدلية أنه يتم اعتراض عليه، لكن الموضوع هو يعني مرتبط على ترشيح شخصية يعني من كل المكونات يتم التوافق عليها. نعم. طيب اليوم هناك حديث عن منح بعض المكونات مناصب مقابل التنازل عن منصب المحافظ، كيف تعلقون على هذا الجانب؟ نعم، لدينا الأخوة التركمان هم ملتزمون مع العرب، والأخوة العرب يعني العرب ثمنوا هذه الالتزام من التركمان، يعني باستطاعة التركمان أن يكونوا مع الأخوة الأكراد ويتم تشكيل الحكومة المحلية في غضون سويعات قليلة. لكن التزام التركمان هو يعني محل تقدير لدى المكون العربي، ويجب أن يكون هناك توافق سياسي جامع من العرب والأكراد والتركمان والمكون المسيحي. يعني الأخوة الأكراد يعني من دون التركمان ومن دون العرب لا يستطيعون أن يشكلون حكومة محلية الآن. يعني يستطيعوا يعني يجب أن يوفروا نصف زائد واحد 9 أعضاء مجلس محافظة، لكن هم لديهم 7 بالإضافة إلى المكون المسيحي مقعد واحد 8. فهم بحاجة إلى يعني العرب والتركمان يتم تشكيل الحكومة المحلية. الموضوع يقتصر على التوافق، يجب أن يوافق وأن يتوافق جميع مكونات كركوك حول تشكيل الحكومة المحلية. طيب أستاذ محمد، يعني من خلال هذه الاجتماعات اليوم مع السيد السوداني، هل تتأملون بأن تنهي هذه الجدلية وهذه الإشكالات أم إنها تعتبر كالاجتماعات السابقة؟ يعني هو يعني حدث انسداد سياسي في كركوك، نتأمل خير في إدارة السيد رئيس الوزراء لهذه الاجتماعات والمبادرات مع جميع مكونات كركوك بأن تخرج بنتائج إيجابية، ونحن ننتظر اليوم الاجتماع الأخير وربما سيكون الاجتماع الحاسم لتسمية إدارة المحافظة ورئيس مجلس المحافظة، لأنه الوضع حرج جدا ووصلنا إلى طرق مسدودة، ويعني ممكن أن يحدث تعطيل للحكومة المحلية في كركوك وتعطيل لمصالح الناس. منذ 18/12 ولحد هذه اللحظة
المحافظة تعيش وضعا سياسيا مربكا وانسدادا سياسيا أثر على المشهد بصورة عامة. فنحن نتأمل إن شاء الله في هذا الأسبوع يتم غلق هذا الملف ويتم اختيار محافظا لكركوك ورئيسا للمجلس إلى بقية المناصب. نعم، أستاذ محمد علي الجبوري المحلل السياسي، شكرا لانضمامك معنا.